هنعمل النهاردة تورتاية بفينش جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعملها في البيت بأقل تكلفة ان شاء الله. زي ما عملنا تورته الطلال كمان هنعمل تورتاية الحور، لان طلال وحور في شهر واحد، الفرق بينهم 3 ايام بالظبط. بدل ما عملنا بقى تورتاية الطلال لازم نعمل طبعا تورتاية الحور. طبعا احنا مجهزين الكيك معانا. الكيك ده عاملينه بنفس مقادير التورتايه اللي عملناها الطلال، تورتايه العربيه لو حضراتكم شفتوه. ويا ريت بقى اللي ما شافهاش يدخل يشوفها، تورتايه جميله جدا وعاملين فيها زبون شهايل، زبون شهايل بمقادير مظبوطه جدا جدا يا جماعه. اللي هيعمل المقادير دي ان شاء الله تظبط معاه من اول مره. احنا بقى هنا عملنا الكيكايه هو ومحضرينها، بس في الاول هنسمي بسم الله كده ونصلي على رسول الله ونبدا بقى في حشو التورتايه بتاعتنا. هنحشي التورتايه، احنا جبنا الاسبونج بتاعنا مقطعينه، رحنا ساقيينه بتسقيه بالسيرب. بنكون عاملين سيرب كده من غير ليمون، غاليينه على النار ومبردينه وبنسقي بيه. ممكن تسقي بقى بكاكاو بلبن، ممكن تسقي باي مشروب عندي يعني عصاير او اي حاجه. طبعا احنا بنستسهل بقى الميه بالسكر المعقوده على النار وبنبردها وبنشرب بيها الكيك. انا عامله هنا صينيتين من الكيك، صينيه مقاس 22 وصينيه مقاس 18، علشان زي ما حضراتكم شفتم كده عايزين دورين، عايزين دورين من الكيك. جبنا بقى الكيك بتاعنا قطعناه وسقيناه وادينا له الكريمه بتاعته، وحطينا على الكريمه بقى اي حشوه انت عايزاها. انا عندي حشوه الكراميل وشويه مكسرات. حشيت الكيكتين بنفس الطريقه، كريمه وكراميل ومكسرات زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. زي ما حضراتكم شايفين كمان الكيكه او الاسبونش بتاعنا تحفه جدا، هيعجبكم جدا ان شاء الله. مقاديره مظبوطه جدا، يا ريت تدخلوا وتشوفوا المقادير بالظبط، هتعجبكم جدا ان شاء الله وتظبط معاكم من اول مره. لو ما عندكيش بقى قاعده دواره، انا بجيب حله وبقلبها كده وبحط من فوقيها صينيه، بتبقى زي القاعده الدواره بالظبط، بتغنيني عن القاعده الدواره. لو ما عندكيش القاعده الدواره اعملي كده وان شاء الله هتظبط معاكي وبتبقى جميله جدا. جبت بقى حله وقلبتها وحطيت من فوقها صينيه، وحطيت برده عشان احط عليه الكيكه بتاعتي او التورتايه بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين كده حطيت الكريمه. انا الكريمه دي لونتها بلون جل، بلون جل احمر. لو انت انا عايزه اقول لكم كمان ان انا كنت عايزه اخدها 3 الوان، 3 الوان يعني لون اغمق فافتح فافتح، يعني كنت عايزه اديها 3 الوان وفعلا عملت كده. بس زي ما حضراتكم بقى عارفين انا كنت عاملاها في عز الحر. التورتايه دي بقى لها شويه معايا زي ما بقول لكم من ايام تورته الطلال. طبعا الحر سيح كل حاجه على بعضيها، خلاها كلها تعتبر لون واحد. انا كنت عاوزه اعملها 3 الوان زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، بس طبعا بعد ما عملتها الحر طبعا سيح كله على بعض. بس برضو مش مشكله لانه في النهايه برضو اداني لون جميل جدا وعجبني جدا بصراحه. بعد كده بقى خلصت الكريمه اللي معايا في الكيس، هجيب بقى اللون الافتح من كده وهروح كمان مكمله بقيه الكيكايه بتاعتي او بقيه السبونش بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين كده بقى معانا لون الكريمه مختلف. انا كنت عايزه اعملها 3 الوان كده فوق بعضيهم، بس للاسف زي ما بقول لكم بقى الحر خلى كله لون واحد. بس برضو مفيش مشكله زي ما بقول لكم. بس بصراحه هي طلعت تورتايه جميله جدا، والله مفيش اسهل من كده. بصراحه لما بنعمل حاجه في بيتنا بتفرق كتير، حتى لو فيها حاجه مش مظبوطه ده ما بيفرقش معانا كتير في البيت. طبعا احنا مش هنبيع الحاجه دي لينا في بيتنا. بس بصراحه طلعت ممتازه جدا. طبعا انضف من انك بتجيبيها من بره بكتير جدا، انت متعرفيش بره بيعملوا الحاجه ازاي. وكمان اوفر بكتير جدا من انك تجيبي تورتايه زي دي من بره، هتتكلف معاكي مبلغ وقدره. طبعا احنا عملناها في البيت ما تكلفتش يعتبر معانا اي حاجه، يعني تكاليفها حاجات بسيطة جدا او حاجات رمزية جدا. طبعا ده بالمقارنة باسعار بره. احنا لو بره هنجيب تورتاية مقاس 16 بتعدي معانا 400 و 450 جنيه، لكن احنا طبعا عملنا تورتايه في بيتنا كمان من دورين، ما كلفتناش والله والله ما دخلت في 150 جنيه. ولو جربتوا في البيت هتعرفوا الفرق بين اسعار بره والاسعار في البيت طبعا. وان كان على السبونش انا عامله لكم سبونش تحفه بمقادير مظبوطه جدا، في زي ما بقول لكم في تورته عيد ميلاد طارق هتلاقوها على القناه. تورتايه سهله جدا والسبونش بتاعها سهل جدا. هتاخدوا مقادير الاسبونج مظبوطه هتعملوها واستحاله هتفشل منكم لانها مقادير مظبوطه جدا. انا ما رضيتش اعمل لكم الكيكه في الفيديو ده كمان علشان ما اطولش الفيديو عليكم. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو طويل، لان انا ما بحبش كده اطول الفيديوهات بتاعتي. الفيديو 10 دقايق، لو كنت عامل الاسبونج كمان كان ممكن يدخل في 15 دقيقه، وانا ما بحبش التطويل في الفيديوهات زي ما حضراتكم عارفين عني. فعلشان كده قلت اقول لكم ان الكيكايه او الاسبونج بنفس مقادير الكيكايه بتاعه طلال او التورتايه بتاعه طلال في تورته العربيه اللي احنا عملناها. قلنا هنا نكتفي بالتزيين، والتزيين زي ما حضراتكم شايفين بنزين بطريقه بسيطه جدا وطريقه بدائيه جدا. زي ما حضراتكم عارفين انا مش سبيشال ولا حاجه في تزيين التورت،
لكن بحاول اتعلم معاكم وبوريكم حاجات سهله جدا ممكن نعملها في البيت. يعني مش شرط ان احنا نكون بروفيشنال علشان نعمل حاجه في بيتنا لاولادنا، وطبعا هتكون بنظافه عاليه جدا واقل تكلفه. اقل تكلفه ممكن تتكلفيها هنتكلفها في التورتايه دي زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا الاسبونش اللي كان في تورتايه عيد ميلاد طلال احنا هنعمل منه 2، هنعمل من نفس المقدار 2، عشان زي ما حضراتكم شايفين هنا واخدين 2 سبونش، لكن هناك كان سبونش واحد. هنا واخدين سبونش في حله مقاس 22 وحله مقاس 16 علشان ناخد الدورين من التورتايه. يعني لو هتعملوا بنفس المقادير طبعا هتضاعفوا المقادير. طبعا الاسبونش الصغير انا طلعته بقى من التلاجة زي ما حضراتكم شفتوا ان احنا حشيناهم وحطيناهم في التلاجة. حطيناهم في التلاجة يعني قيمة ساعتين 3 كده. بعد كده جبته جلسته بالكريمة زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. وبعد كده كمان جبت عود من اعواد الشيش طاووق ورحت لفه عليه كده، بس اللقطه دي للاسف ما ظهرتش معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بوريها لكم. لفيت عليه كده بعود الشيش طاووق فعمل خطوط جميله كده في الاسبونش بتاعنا. وانا كمان حطيت على الخطوط دي لولي، وحدات كده من اللولي حطيتها معاه نطقت معاه وكان شكلها جميل جدا. زي ما حضراتكم شايفين انا مجلسه كل تورتايه لوحدها، كل تورتايه لوحدها، وبعد كده هحط الاتنين مع بعضيهم زي ما هتشوفوا معانا كده دلوقتي. لان بما اننا مبتدئين فمش هينفع احط التورتتين على بعض واجلسهم مره واحده. هو عامه حتى لو واحده بروفيشنال وبتعمل التورتايه دورين بتجلس كل تورتايه لوحدها، علشان الاتنين على بعضيهم بيبقوا صعبين جدا، وكمان الحاجه متظبطش معاكي. فالاحسن انك تظبطي كل تورتايه لوحدها او كل سبونش لوحده، وبعد كده ترفعيهم على بعضيهم او تظبطيهم على بعضيهم او تثبتيهم على بعضيهم، وده طبعا بيكون اسهل بكتير. بعد بقى ما خلصنا الاسبونش الصغير هناخد الاسبونش الكبير ونفنشه. وانا في الوقت ده كنت مسيحه شوكولاته بيضه وحطها في البورد بتاع الحروف علشان اكتب اسم صاحبه التورتايه بالحروف كده بالشوكولاته واحطها فوق الشوكولاته. ممكن طبعا تكتبيها بالكريمه، ممكن تكتبي الاسم بالكريمه، لكن انا لقيت عندي شوكولاته بيضه قلت اعملها لها بالحروف احسن. بعد كده هجيب بقى عصيان من عصيان الشيش طاووق واروح حطها في التورتايه زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا دي هتبقى القواعد اللي هتقف عليها التورتايه التانية او الاسبونش التاني، علشان لازم تكون في حاجه شايلاها علشان التورتتين ما يتبقوش على بعضهم زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده شلنا التورتايه بكل سهوله كده ورحت رافعاها على التورتايه الكبيره زي ما حضراتكم شفتوا كده معانا بالظبط. بعد كده بقى هنفنش التورتتين مع بعضيهم زي ما حضراتكم شايفين اللولي اللي انا حطاه على التورتايه الصغيره او على الاسبونش الصغير منطقين التورتايه قديه ومدين شكل جميل جدا للتورتايه. بعد كده بقى هعمل روزيتات حوالين التورتايه الصغير، حوالين التورتايه الصغيره زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بالظبط داير كده حواليها بيدينا شكل جمالي جدا طبعا للتورتايه. وكمان هنعمل برضو روزيتات حوالين التورتايه من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. احنا كل ده فينش بنعمله في التورتايه علشان ننطق التورتايه معانا ونديها شكل اجمل. وطبعا كلها حاجات سهله وبسيطه بس بتدينا الشكل الجمالي النهائي للتورتايه او الفينش النهائي للتورتايه بشكل جميل. وطبعا الكريمه اللي انا بعمل بيها الروزيتات بره التورتايه طبعا خفاها طبعا عن الكريمه اللي انا كنت مجلسه بيها زي ما حضراتكم شايفين اللي هو لونين من لونين من الكريمه. بعد كده جبت بقى الحروف من البورده اللي هي حروف اسم حور وحطيتها بقى على التورتايه زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالظبط. وعايزه اقول لكم بقى حور دي روح قلبي من جوه. ممكن زي ما قلت لكم لو ما عندناش شوكولاته بيضاء او ما عندناش بورده نحط فيها الحروف ممكن نجيب نفس الكريمه اللي احنا بنفنش بيها دي ونحطها في كيس الحلواني بس يكون كيس من غير بلبله، ونروح مطريين الكريمه شويه بصوابعنا كده وبعد كده نكتب بيه الاسم. طبعا هتكون فتحه بسيطه جدا زي القلم كده ونروح كاتبين بيه الاسم بره على التورتايه. طبعا ده لو ما عندناش شوكولاته، لكن زي ما بقول لحضراتكم انا عندي شوكولاته فعشان كده عملت بالحروف في الشوكولاته في البورده في الشوكولاته. بعد كده بقى جبت لعيد الميلاد وده طبعا بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني بتلاقي منه اشكال كتير، الشكل اللي بيعجبك بتجيبيه منه. جبت توبر هابي بار زيتون وحطيته فوق التورتايه من فوق. مش بس كده لا ما استكفتش برده بكده، رحت جبت شويه من الكريمه البيضه وحطيتها في اكياس صغيره كده زي ما حضراتكم شايفين معانا كده،
وحبيت اعمل كده نقط كده على التورتايه، اديتها شكل جميل جدا. يعني طول ما انت شغاله في التورتايه هتجيلك افكار تطلعي فيها بقى كل الحاجات اللي عندك او الحاجات اللي في دماغك في تزيين التورت. يعني مش شرط ان انت تكوني بريعه في تزيين التورت، لا دي افكار بتجيلك، وكل واحد وذوقه، كل واحد وذوقه، وكل واحد وافكاره وهو بيشتغل. هي افكار بتجيلنا كده واحنا بنشتغل، بتلاقيها طلعت معاكي على الفينش النهائي بتاعك. زي ما حضراتكم شايفين كده التورتايه بقت معانا جميله جدا قد ايه، وسهله ازاي وبسيطه ازاي. يا ريت لو عجبت حضراتكم التورتايه تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه.